النهارده هنعمل مع بعض تتبيلتين الاتنين أحلى من بعض للفراخ المشوية. هنعمل تتبيلة زي الفراخ الشواية اللي إحنا بنجيبها من برّه، وهنعمل تتبيلة اللي هي الفراخ المنديل. شايفين الشكل اللهم بارك والّا الطعم حكاية يا جماعة، تجنن. تعالوا بقى تجهيزات رمضان يالّا كل سنة وأنتم طيبين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، ونسمي الله ونقول اللهم بارك. يالّا بينا نشوف الجمال والحلاوة دي عملناها مع بعض إزاي. أول حاجة هاتي بولة وهاتي معاكِ طماطميتين وعليهم نُص قرن فلفل شطة، اطحنيهم في الكبة، مش عايزاهم في الخلاط، أنا عايزاهم في الكبة من غير أي سوايل مَيّة خالص، تمام. ونزلت عليهم بمعلقتين كبار من الكاتشب، وكمان معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وربع كوباية من الخل، وكمان حوالي تِلت كوباية من الزيت الزيتون أو الزيت العادي. وتعالي بقى هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من التوم المفروم، وهننزل كمان بعصير 3 ليمونات كبار ويكون مليانين عصير، لو ما فيهمش حطي 5 ليمونات أو 4، تمام. اعصريهم بقى كويس جدًا، جدًا. تعالي بقى التوابل بتاعتي عبارة عن نُص معلقة كبيرة من الملح، والملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة توم باودر، نُص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، وكمان نُص معلقة صغيرة بهارات مشاوي، وهانزل بمعلقة صغيرة من الزعتر، ومعلقة صغيرة من البابريكا. دي التوابل بتاعتنا. وهانزل بقى بعصير نُص كوباية من مَيّة البصل، تمام. عايزة نُص كوباية من عصير مَيّة البصل، جبت البصل زي ما أنتِ شُفتيه وحطيت عليه شوية ملح، ورُحت إيه، مصفياه كويس جدًا. إيه اللي أنا حطيته تاني ده يا شيماء، حطيت نُص معلقة من الروزماري البودر، الفراخ عشقها الروزماري، تمام. أي فراخ مشوية اعرفي بيحطّوا فيها روزماري. هاتي بقى الفرخة، رُحت جِبت فرخة من عند الفرارجي وقُلت له اعملها لي منديل بيخلي لِك منها كل العضم تمامًا، وبعد كده تبّليها في التتبيلة دي. وهنا رُحت برضه عاملة نُص فرخة بس بعضمها عادي. أهم حاجة فتّحي اللحم بتاع الفراخ بالسكينة كده، ويا سلام لو خدتِ حبّة مَيّة من دول بقى وصفيتيهم، ولو عندِك الحقنة كده هتعمليها بيهم، إن شاء الله هاعمل لكم تتبيلة للديك الرومي خرافية، انتظروها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة لتجهيزات رمضان. تعالي نعمل بقى تاني وصفة للفراخ معانا. بس قبل ما نروح للوصفة التانية لازم تغطّيها بقى بالاسترتش كده وحطّيها في التلاجة لمدة يوم كامل. تعالي بقى جِبت 3 بصلات كبار ضربتهم في الكبة ناعم جدًا، 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 وحطيت عليهم عصير طماطميتين مضروب عليهم نُص قرن فلفل، ومعلقتين كبار من صلصة الشريكات، تمام. وتعالي بقى التوابل بتاعتي عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة بصل باودر، ونُص معلقة صغيرة حبهان باودر، ونُص معلقة صغيرة ورق لورا باودر، ومعلقتين صغيرين بهارات فراخ، ومعلقة صغيرة روزماري صحيح، ونُص معلقة صغيرة من الشطة، وكيسين من مرقة الدجاج البودر، يا إما معلقة صغيرة من عند اللي هي العطار. وتعالي بقى كده بالسكينة وابدأ أعمل فيها فتحات في الفرخة من جوّه ومن برّه. والتتبيلة دي بقى تبّلي بيها الفرخة جوّه وبرّه وفوق الجلد وجوّه الجلد، واللحم نفسه اللي أنتِ مكان السكينة ما فتحنا. بُصّي كل حاجة تبّليها من كل جهة، وهنغطيها برضه كده بستريتش ونسيبها في التلاجة لمدة يوم كامل. اوعي تتبّلي وتحطّي في الفريزر. أنا الفيديو بتاع التجهيزات اللي فات قُلت لكم نفس الكلام. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم بقى، بعد ما تطلّعيها من التلاجة بعد ليلة كاملة تحطّيها في الأطباق اللي أنتِ هتخلّيها في الفريزر، وتغلّفيها بالطريقة اللي أنتِ حاباها. أنا هنا حطيتها في أطباق في العادي، ورُحت مغلّفاها بالاسترتش وباحطّها في الفريزر، أطلّعها بقى إن شاء الله في شهر رمضان مع بعض، وهنشوف هنشويها ونعمل إيه فيها مع بعض إن شاء الله. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم، لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعّل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. أسيبكم بقى في رعاية الله مع الجمال والحلاوة والتتبيلات الخطيرة الروعة دي، في رعاية الله، وأقول لكم سلام.